ماركا الأسبانية، ودي طبعا واحدة من أكبر الصحف في العالم، يعني ما بتقولش خبر أي كلام، يعني لما بتقول خبر بيبقى مؤكد بنسبة تتعدى 90%. ماركا الأسبانية بتقولك إيه بقى يا عم الحاج؟ بتقولك إن النادي الأهلي بدأ مفاوضات مع ماريانو دياز لاعب ريال مدريد السابق، وإن اللاعب عنده 31 سنة، وده بالنسبة لي سن كويس جدا مش كبير في مهاجم لعب في أوروبا ولعب في فرق كبيرة في أوروبا زي ريال مدريد وليون وآخرهم أشبيلية لحد يونيو اللي فات. واحنا شفنا طبعا النادي الاهلي جاب موديست وهو عنده 35 سنه، وشفنا طبعا مستواه كان عامل ازاي، وان اللاعب سجل في مسيرته 84 هدف في 238 مباراه لعبهم، وده طبعا بالنسبه لي بردك رقم كويس في مهاجم لعب في اوروبا وفي منافسات كبيره في اوروبا. تالت حاجه ان اللاعب فري، لانه انا تعاقده مع اشبيليه في يونيو الموسم اللي فات، يعني النادي الاهلي يقدر يتعاقد معاه بسهوله، والكلام كله مع النادي الاهلي هيبقى في الراتب بتاعه. فاعتقد ان دي فرصه كويسه واضافه كبيره جدا للنادي الاهلي طبعا لو نجح في اتمام صفقه ماريانو دياز، مهاجم كان بيلعب في اوروبا وفي فرق كبيره في اوروبا. وزي ما دي فرصه كويسه للنادي الاهلي، بردك فرصه كويسه لماريانو دياز، لان اللاعب زي ما قلنا دلوقتي بلا نادي وعاوز يسوق نفسه في فرقه كبيره، فمش هيلاقي افضل من النادي الاهلي، مش عشان بس اكبر فرقه في افريقيا والوطن العربي، ده كمان عشان النادي الاهلي هيشارك في بطوله كبيره جدا زي كاس العالم للانديه 2025.